اهلا، انا نيرة وويلكم تو نيري تيل. النهارده جاي احكي عن حاجه انا فخوره قوي بيها، وهي رحلتي مع الاوفر ثينكينج. انا عايزه احكي لكم كل التفاصيل بتاع الموضوع ده علشان كان نفسي حد يحكي لي عليه. فانا النهارده جاي احكي لكم على خلاصه تجربه، كل اللي اتعلمته بقى من نفسي، من الناس، من المواقف، من الثيرابيست بتاعتي، شويه كده يعني تبس سريعين جدا، بس علشان يعني حسيت ان انا محتاجه اقولهم لحد يمكن في حد في نفس الموقف دلوقتي. انا حد بيحب يفكر جدا، وحد يعني الافكار دي غيرت حياته بشكل كبير، وكل مرة انا بفكر فيها في حاجة باخدها بشكل جدي جدا، مفيش اي حدود للتفكير بتاعي او للحاجات اللي انا بحلم بيها. مهما كان الموضوع صعب انا بس يعني بتخيله بعمق. فانا عندي موضوع التفكير اساسا ده حاجة من الحاجات اللي هي يعتبر ايجابيه في حياتي. يعني غيرت دراستي، سافرت، عملت حاجات كتير قوي مجرد بس بسبب ان انا كنت عارفه اتخيلها وكنت عارفه افكر فيها. الموضوع ده كان بيخليني احط نفسي على اول الطريق في حاجات كتير قوي جميله. ايه المشكله بقى في موضوع التفكير ده؟ صراحه هو الموضوع بدا من ساعه ما كوفيد بدا، ومن ساعه ما احنا بقينا يعني تحت كورنتين وقاعدين لوحدنا وافكارنا لوحدنا وكده. واللي عارفني يعني او متابعني من ساعه الحجر عارف ان الموضوع ده اثر عليا بشكل كبير قوي قوي، وان ماما كانت خايفه علينا جدا، فكانت مش بترضى تخلينا نخرج حتى حاجه بسيطه كده. فكان الموضوع بالنسبه لي مؤزمني عشان انا من الشخصيات اللي بتحب تخرج وتتكلم مع الناس وكده. فالموضوع فجاه انتي وافكارك لوحدك، وانا افكاري بقى ما اقولكوش يعني بتسرح. المهم بقى ايه، انه التفكير الزياده ده بدا يكبر قوي 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 لدرجه ان انا بقيت مش فاكره امتى اصلا كنت ما بفكرش، امتى كنت بني ادم عاديه. دلوقتي انا مش عارفه انام، مش عارفه اشتغل، كل حاجه دايما يعني الاوفر ثينكينج كان معذبني فيها. كل حاجه انا كنت بحاول اعملها حلوه كان التفكير فيها بيبوظها. يعني شايفين الفرق؟ في الاول كان التفكير هو الحاجه اللي بتخليني تزقني اني اعمل حاجات تانية. ليه؟ ان التفكير بقى هو الحاجه اللي بتخرجني من الموضوع، لان التفكير بقى زياده قوي والاكشن قليل قوي. فهي دي مشكله الاوفر ثينكينج. فخليني احكي لكم بقى التبس اللي هي يعني الخلاصه، ازاي قدرت بقى اسيطر على الموضوع ده. وموضوع التفكير ده بقى اهون بالنسبه لي خالص، وبقيت عايشه حياه جميله. وبعد ما كنت فاكره انه خلاص يعني انا هفضل طول حياتي محبوسه في الافكار دي، الموضوع انتهى والحمد لله بقى كويس قوي. هحكي لكم على 5 حاجات. اول حاجه الامتنان. دي حاجه انا عارفه ان انا اتكلمت عليها كتير قوي، بس هي مهمه قوي. اول مره سمعت فيها عن المقوله بتاعه ان الافكار الحلوه بتاخد مكان الافكار الوحشه، كنتش مصدقه خالص. اللي هو هتاخد مكانها فين؟ يعني انا دماغي هتقولي خلاص بقى بما اني بفكر في افكار حلوه مش هفكر في الافكار الوحشه اللي انا بفكر فيها كل يوم. قلت ايه الهبل ده؟ يعني انا اصلا تفكيري كان بيبقى جامد قوي يا جماعه، لدرجه ان انا ممكن اقعد افكر يعني ايام وايام وايام في هعمل ايه لما اموت، هعمل ايه لما يحصل معرفش ايه، لو حصل كذا ايه اللي هيحصل. حاجات بقى سيناريوهات بقى صعبه، واقعد اعيش فيها ايام، لدرجه ان انا ما بقتش عارفه اشوف افلام او اشوف اي حاجه عشان لو في اي مشكله هتخيل نفسي في المشكله دي. فالموضوع بقى صعب جدا. ففكره انه افكار حلوه تبدل الافكار الوحشه دي كانت بالنسبه لي يعني استحاله تحصل، او ايه الهبل ده. بس اللي انا اكتشفته بقى في يوم من الايام، انا كنت صحيت عماله اعيط عشان انا كان التفكير كان ساعتها الفتره دي التفكير فيها كان زياده قوي قوي قوي، ولدرجه انه زي ما قلت لكم كان النوم بالنسبه لي صعب في الفتره دي. فصحيت قعدت اعيط كتير قوي، وبعد كده فكرت يعني ايه المشكله ان انا افكر في الحاجات اللي انا ممتنه ليها. ففضلت افكر في الحاجات اللي انا ممتنه ليها، قعدت اكتبها، ونسيت شويه موضوع الافكار السيئه. وبعدين اللي شفته فرق انه في اخر التدريب ده، في اخر التفكير في الحاجات اللي انا مبسوطه منها في حياتي، حسيت ان انا بقيت جراوندد اكتر كده، حسيت ان انا بقيت داخله واقعي اكتر، وبقيت شايفه انه السيناريوهات اللي انا بقولها دي مستحيله شويه، وانه حتى لو مش مستحيله ده مش واقعي. انا دلوقتي في واقعي، في الحاجات اللي حاصله حواليا، الحاجات اللي حقيقي انا ممتنه ان هي موجوده في حياتي. فالموضوع فرق معايا قوي، وخلاني يعني بقيت حاطه الحاجه دي اساسي في ايامي، يعني ان هو اساسي ان انا اتكلم على الحاجات اللي انا ممتنه لوجودها. تاني حاجة بقى هو انك تقفش الباترن وتعرف انت دماغك ايه اللي بيوصلك اصلا للتفكير في السيناريوهات السوداء دي. ودي حاجة بقى كانت مهمة خالص، لاني اول مرة كانت الثيرابيست هي اللي قالت لي عليها، قالت لي يعني فكري ايه اللي بيخليكي اصلا تدخلي في المود ده، ايه اللي بيخليكي تدخلي في الفكرة وما تطلعيش منها.
فاكتشفت بقى انه في حرفيا سايكل بتتكرر، فلو كنت كسرت السايكل دي من الاول يمكن بقيه الحاجات ما كانتش هتحصل. بس انا كنت بقول للثيرابيست بتاعتي انا بحس ان انا لو كسرت السايكل او قلت يعني مثلا انا شفت حاجه مثلا بيخليني افكر كتير، وان انا شفت حاجه سيئه في العالم، حد حصل له حاجه وحشه، انا شخص امباثيتك جدا، يعني الحاجه اللي بشوفها عند حد يعني وحشه ممكن توجعني اكتر من لو هي حصلت لي انا شخصيا. فالموضوع كان مسبب لي ازمات ساعات، لاني اكيد في حاجات كتير وحشه بتحصل في العالم حوالينا. فبقيت يعني اقول لها يعني طب ما انا لو حاولت اكسر السايكل دي وقلت يعني خلاص انا اول ما اشوف الحاجه دي مش معنى كده ان هي هتحصل لي، مش معنى كده ان انا فيها، احاول يعني اكسرها من قبل ما ادخل في الموضوع، حاسس ان انا كاني بضحك على نفسي. فهي قالت لي يعني الحاجه اللي قلت لها يعني لو تجاهلتها كده كده هتحصل برضو، دماغي هتقولي براحتك تجاهليها بس هي كده كده ممكن تحصل في حياتك برضو. فهي قالت لي يعني الموضوع هو انه الحاجه دي لو هتحصل فهي هتحصل كده كده سواء فكرتي او ما فكرتيش. لما بتحصل الحاجه ربنا بينزل معاها زي رحمات، لكن انت بقى اما تفكري في الحاجه وتعيشي نفسك في الحاجه من قبل ما الحاجه تحصل لك، اولا ممكن ما تحصلكيش ويبقى كل ده على الهوا على الفاضي، ثانيا بقى انه انت كانك بتاخدي المصيبه من غير الرحمات بتاعتها. فيعني انا مش عارفه انا بجمع كلمه رحمه صح ولا لا، بس مش مشكله. فلما تكسر اللوب او لما تكسر التفكير مش معنى كده انك بتتجاهله، لا هو كده كده تفكيرك مش هيأثر اساسا باي حاجه. فاتمنى تكون الحته دي وضحت. تالت حاجه بقى يا جماعه كانت رائعه، انه لما يكون في فكره جايه لي بدل ما اقول لا انا مش عايزه افكر اقعد اهاجمها واخاف وكده، لا ادخلها تتفضل عندي في الصالون. وحكيت عن الموضوع ده قبل كده في كذا حاجه. اول حاجه كنت حكيته في يعني من خلال موضوع ان انا قاعده بذاكر مثلا وبعدين عايزه امسك الموبايل، او جالي فكره ان ده انا عايزه ادور على الاحتباس الحراري النهارده اعمل ايه. يعني كنت بتكلم على حاجه من الحاجات المهمه وانت بتذاكر، بدل ما تلاقي نفسك بتقطع انك ممكن تكتب الحاجه اللي جايه تقطعك على جنب وتدخلها في الصالون وبعد كده تكمل شغلك وترجع لها بعد كده. نفس الموضوع في حته الاوفر ثينكينج، لما تلاقي فكره جايه لك في وسط اليوم، انا ببقى خارجه احلى خروجه في حياتي ومبسوطه وسعيده، تجيلي فكره ولو اتسجنتي هتعملي ايه. والله العظيم يا جماعه افكار غريبه. مشكله ان الافكار تبان هبله لما بتبقى جواها، بتبقى اكشلي جواها متخيلين انك كاني هدخل السجن بجد، كاني اموت بجد، كاني ببقى جواها جدا لدرجه اني مش شايفه ان هي هبل ان انا افكر فيها، فاهماني. المهم يعني يا جماعه بتبقى خروجه حلوه قوي، بعد كده تيجي الفكره دي، فبقيت اعمل حاجه اكتب الفكره في النوت واقول انا ما تقلقيش دماغي انا عارفه بتصوت اول ما تلاقيني اللي هو ايه ده انت هتتجاهليها ولا ايه، لا ما تقلقيش مش هتجاهلها، هرجع لها تاني بس لما اخلص اليوم الحلو بتاعي. بقيت اعمل كده جماعه، مفيش ولا مره رجعت للفكره تاني، يعني مفيش ولا مره حسيت ان انا محتاجه ارجع. فخدوا بالكم من التip دي عشان مهمه جدا وحلوه جدا. رابع حاجه بقى يا جماعه، بصوا يمكن دي من الحاجات اللي اصلا بدات الموضوع، هو انه تكون واخد بالك من نفسك، من صحتك، جسمك، الستريس، اي حاجه مضايقاك. انا كنت طبعا انا بيبقى عليا مسؤوليات كتير غالبا في وقت الدراسه، ببقى يعني بدرس، بشتغل، بطبخ، بعمل كذا حاجه يعني لنفسي، وبيبقى يومي يعني مضغوط كده شويه، ببقى مضغوطه اغلب الوقت، وبالذات الدراسه بتبقى صعبه فببقى مضغوطه اغلب الوقت. اكتشفت ان الضغط ده يمكن هو سبب بلاوي كتير قوي، حتى اثر عليا جسديا. فيا جماعه بجد ما فيش حاجه تستاهل، فعلا ما فيش حاجه تستاهل. انا بقيت خلاص اللي هو اول ما اوصل لحته ان انا هبقى في ستريس او هبقى في الضغط الرهيب ده، مهما كان اللي بعمله بقى خلاص، يعني مفيش حاجه تستاهل فعلا. انا صحتي ونفسيتي اهم فعلا، لاني هرجع اعيط بقى اقول ايه الدراسه نفعتني. فما برميش الدراسه، بس في نفس الوقت باخد بالي ان انا ستريسد او باخد بالي ان انا مضغوطه، فلازم اعمل حاجه عشان ابقى مش مضغوطه، او لازم احاول مع نفسي على الاقل ابقى مش مضغوطه، اخلي بالي من نفسي، اكلي، صحتي، بمشي كل يوم على فكره بيفرق جدا جدا. فخلوا بالكم من الحاجات اللي هي البسيطه اللي ممكن تبقى زي شرب الميه، المشي، الحاجات دي ممكن تبان بسيطه بس هي بتفرق جدا يعني. خامس حاجه بقى، ودي نقطه حد قالها لي يعني فرقت في حياتي، بدل ما انا حاسه بالذنب او حاسه بالشيم او ان انا يعني مكسوفه من فكره ان انا باوفر ثينك، حاسه ان انا عندي مشكله، حاسه ان انا مريضه، بدل ما احس كده واكره الحته دي في نفسي، ابدا اتقبلها واشوف ان هي يعني دايما الحاجات دي بتبقى يعني ليها وجهين. يعني في وجه منهم ممكن اللي هو بيضايقني ده، الوجه التاني يمكن موضوع ان انا بفكر ده
حاجه مخلياني كرييتيف اكتر، حاجه مخلياني امباثيتك زي ما حكيت لكم، اللي هو ببقى قادره افهم الناس، ببقى قادره اتعاطف معاهم بشكل كبير. ده بيخليني احسن في الشغل مع الناس. فيعني الحاجه اللي انا بكرهها مش لازم اكرهها في نفسي، ممكن تكون هي اساسا سبب في حاجات حلوه كتير قوي في حياتي. انا بس محتاجه اتعلم ازاي اخليها تحت السيطره وازاي استخدمها بشكل كويس. بس كده اتمنى ان الفيديو ده يوصل للناس اللي محتاجينه بجد، واتمنى انكم تبقوا طيبين مع نفسكم. بس سبسكرايب للشانل، وهسيب لكم الانستجرام بتاعي تحت في الديسكريبشن. وستي راين.